اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده انا مثلا رايح الشغل حاليا، فانا مستني الباص. في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله عن مهارات خاصة بالممرض نفسه، مهارات مميزة للممرض نفسه، اللي هي زي مهارة الاستمرارية، مهارة الابديتس، ان هو يتابع الابديتس اول باول. الاستمرارية اللي هو كونسيستي، اللي هو يكون عنده مثلا ثقافة ان هو شغال ممرض في العناية المركزة. ده مثال بسيط متواضع يعني. فلازم يبقى عنده ابديتس كل شويه او تحديثات لكل شويه. دي مهاره من المهارات. في كذا حاجه انا اتكلمت عليها، تشمل الممرض بشكل عام، وتشمل الممرض الكلينيكال او الممرض اللي شغال جزء تكنيكال. فانت لو عندك اهتمام هتلاقي اللينك تحت في اول كومنت، وتقدر تشوف الفيديو كامل على اليوتيوب. اتكلمت فيه عادات مميزه للتمريض، اللي هي بتميز التمريض بجزء من علمه ومن ثقافته، من حاجات كتير اتكلمت عليها. فأتمنى لو عندك اهتمام هتلاقي الفيديو كامل على اليوتيوب، هيسهل عليك المفهوم اللي أنا عايز أوضحه أو الكونسيبت اللي أنا عايز أوضحه. نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.